مرحبا بكم في قناة عبدو للقصص. في بلاد الرافدين العريقة وبين بساتين النخيل الشامخة ولد طفل يمتلك صوتا مميزا يشبه تغريد العصافير. كان هذا الطفل هو مصطفى الذي أحب الإنشاد والكلمة الطيبة منذ نعومة أظفاره. كان الجميع من أهله وأصدقائه يلتفون حوله عندما يبدأ بالغناء، فصوته الشجي كان يحمل دفئا عجيبا وموهبة فطرية. كبر الحلم معه وقرر أن يجعل من حنجرته الذهبية هدية لكل أطفال العالم. أصبح مصطفى العزاوي شابا أنيقا وبدأ مسيرته الفنية بحب وشغف. كان يبحث عن المكان الأمثل ليسمع صوته للصغار وليزرع القيم النبيلة في قلوبهم بأسلوب ممتع. وجاءت النقلة الكبيرة. انضم مصطفى إلى قناة طيور الجنة، وهناك سطع نجمه عاليا وأصبح يلقب بالمنشد الأمير الذي ينتظره الأطفال أمام الشاشات بشغف وحب. تميز مصطفى بهدوئه وابتسامته التي لا تفارق وجهه. قدم أناشيدا تفاعلية جميلة يشارك فيها الأطفال لعبهم ويعلمهم الأخلاق الحميدة دون ملل، فكان الأب والأخ الكبير لهم. هل تذكرون أناشيده العذبة؟ صوته القوي والحنون في آن واحد كان يملأ البيوت فرحا. رسخ في عقول الأطفال معاني الصلاة وبر الوالدين وحب الوطن. وبعد سنوات من الإبداع انتقل العزاوي ليفتح صفحة جديدة في قناة كناري، مرحلة جديدة تميزت بالنضج الفني وألوان زاهية تشبه ألوان طائر الكناري الجميل. في كناري واصل مصطفى تحليقه عاليا، اختار كلمات بسيطة وعميقة وألحانا ترسخ في الذاكرة ليثبت أن فن الطفل رسالة سامية تحتاج إلى إتقان. مرت السنوات وما زال جيل تلك الفترة يحمل في ذاكرته صوت مصطفى العزاوي. لقد كان أكثر من مجرد منشد، كان جزءاً جميلاً من ذكريات الطفولة البريئة. هذه هي قصة العزاوي، الفنان الذي غنى بقلبه قبل صوته. سيبقى إرثه الفني دليلاً على أن الكلمة الطيبة واللحن الجميل يخلدان المحبة في قلوب الأجيال.